يا صباح الفل. اللي بيحبك مستحيل يقدر يبعد عنك. أيوة، المقولة دي حقيقية جدا جدا. اللي بيحب حد ما يقدرش يقعد باليوم والاتنين والأسبوع ما يكلموش، ما يقدرش يقعد بالشهر ما يشوفوش، ما يقدرش يقعد باليومين 3 ما يبعتلوش ويطمن عليه ويعرف يومه عامل ايه. لو حد أعمل غير كده اعرفوا ان هو مش بيحب. ممكن يكون معجب، ممكن يكون حابب الصحبة بتاعتك، لكن حب نو واي، مستحيل. اللي بيحبك حتى ولو زعلان منك هيتواصل معاك، هيطمن عليك. الاختفاء يا جماعة والجوستنج دي أسوأ حاجة في الحياة، وبتدل يعني من أول لحظة يحصل فيها الجوستنج ده إن ده مش حب وإن ده مش شخص جد أبدا. أن وانس إن في مشاعر هي اللي بتتحكم، المشاعر هي اللي بتتحكم، فبالتالي ما يقدرش يبعد عن اللي بيحبه. ودي حاجة طبيعية وحاجة معروفة وكل الكتب بتقولها. فيا جماعة خليكوا ناصحين، ولو فعلا انتي في علاقة والشخص اللي معاكي مش بيهتم، مش بيتواصل معاكي على طول، بيختفي باليوم والاتنين، ما بيكلمكيش بالتلات 4 ايام والاسبوع، ما بيشوفكيش على الاقل كل اسبوع مرة، اعرفي ان هنا في حاجة غلط وابعدي فورا. احنا محتاجين ناس تحبنا، محتاجين ناس تقدرنا، محتاجين ناس تحس انها كسبانة معانا، انها ما صدقت تلاقينا. محتاجين ناس تحس ان احنا الكنز بتاعها، وتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تحسسنا ان احنا فعلا فعلا نستاهل ده. وده مش هيحصل الا لو هو حبك. فيا جماعة استنوا الشخص اللي يحبكم، ما تاخدوش اي حد.